ليه بيتأخر تحقيق الهدف؟ عندي أهداف كتير، عايزة أقولك في حاجات كتير اتحققت إلا حاجة واحدة عمالة يا دكتور ألف وادور والف وادور والف وادور ومش بتتحقق. من أهم أسباب إن أنت ما حققتيش هدفك عدم التقبل، إن أنت مش متقبلة نهائي. مش متقبلة إيه؟ مش متقبلة حكمة ربنا. أقولك باختصار، أنت مش راضية عن الواقع اللي أنت فيه. كتر ما أنت مش راضية ومن كتر ما أنت مش متقبلة، أنت عمالة تحومي في نفس الدقيقة. مجرد بس ما توصلي لحالة من حالات القبول والرضا، انا راضيه يا رب، انا مش فارق معايا يحصل ولا ما يحصلش، اقسم بالله اللحظه دي يبدا الهدف يتجلى ليكي من غير حتى انت ما تسعي له. ايه ده؟ ازاي بقى؟ لازم تعرفي ان ربنا بيحضرك للهدف، ربنا بيحميكي، ربنا اعلم بيكي منك. هقولك على قصتي في الثانويه العامه. انا كنت في الثانويه العامه شاطره جدا 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 ومتميزه ومن الاوائل، لدرجه ان كان في مستر كبير جدا وعنده مجموعات كبيره جدا جدا، انا اللي طلعت فيها الاولى. يوم نتيجتي المستر ده بيقول لي حرام عليكي اعملي تظلم، وانا ما عملتش حاجه. اول ما شفت النتيجه زعلت، ما اقدرش ان انا اقول ما زعلتش، كان نفسي ابقى دكتور. عايزه اقول لكم ان عدى يومين بس يا دوبك زعل وفرغت عن مشاعري، بس انا طول عمري متربيه روحي لربنا، مع اي الم روحي لربنا. فعلا يا رب ده كان حلم، اقسم بالله تدور الايام وربنا سبحانه وتعالى يدخلني علم نفس. وعايزه اقول لكم ان حتى في دخولي علم نفس في الكليه كل الابواب اتقفلت الا باب علم النفس بس، لان ربنا سبحانه وتعالى اعلم بيا مني.